باقي في حياتك يا استاذ صبري. كتر الف خيرك على التلغراف اللي بعتيه على البلد. ده واجب. المهم بقى تاخد بالك من نفسك وما تخليش اللي حصل ده يعطلك عن مذاكرتك. نفس كلام والدتي. والدتك خايفة عليك وانت بقى لازم تريحها. قلبي مشغول على والدتي واخواتي البنات. وليه قلبك مشغول عليه؟ الله يرحمه والدي، مات وساب لي 5 بنات في الرحم. دول اخواتي وانا مسؤول عنهم. بسيطة، ما تحملش هم. أول كل شهر تاخد مني مبلغ بسيط أهو، يعني على قدي، وتبعته لأمك وإخواتك. انت بتقولي ايه يا ست فردوس هاني؟ طب ده انا كنت ناوي اسيب الاوضه اللي ساكنها فوق السطوح في بيتي. إيه ده؟ مش ممكن. ما هو انا دلوقتي ما عنديش حتى ادفع اجره الاوضه دي. بلاش الكلام اللي يزعلني منك ده يا صبري. الأوضة اللي انت فيها دي حتى لو انت سبتها أنا مش هأجرها. معقول أجيب حد معرفوش وأسكنه فيها؟ بس يعني ظروفي دلوقتي. قلت لك ما تزعلنيش منك، وأي طلبات أنا تحت أمرك، بس أرجوك خلي بالك من نفسك. وصبري ما بيجيش الكلية ليه؟ ما انا قلت لك والده مات يا نجوى وظروفه مش هي. طب لو سمحت اديني عنوانه في البلد عشان ابعت له تلغراف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وعلى فكرة كل الزملاء والزميلات في الكلية لما عرفوا ان الوالد مات بعتوا لك تلغرافات، وخصوصا الآنسة نجوى. متشكر يا سامي على مشاعرك الطيبه دي، ويا ريت اشوف منك المحاضرات اللي فاتتني. ايه يا سيدي مستعجل على ايه؟ المحاضرات موجودة. انما قول لي، فهمني بقى ايه حكاية صاحبة البيت معاك؟ ست طيبه ومقدره ظروفي، وقالت انها هتديني مبلغ كل شهر عشان ابعته لامي واخواتي في البلد، ومش عايزه تاخد مني اجره الاوضه اللي ساكن فيها. يا ترى بقى هدفها ايه من كل ده؟ ما انا قلت لك مقدره ظروفي يا سامي. ايوه بس اللي بتعمله ده كتير كتير قوي، وانا نفسي بقى اعرف حقيقة اللي بتفكر فيه. مفيش في دماغي غير امي واخواتي، دول بنات و5. الوالد بقى الله يرحمه كان غاوي خلفة. ايوه، كان نفسه في ولد وقعد يخلف لغايه ما جيت انا بقيت السادس، ووالدتي صحتها اتهدد من الخلف، وعندها انيميا وفقر دم من كتر الحمل. دي كانت هتموت قبل كده لما جالها النزيف. يا صبر يا اخويا بقى، ما تقلبهاش حزيني. الحل يا سيدي في ايدك. حل ايه؟ انا شفت الست فردوس صاحبة البيت، وانت بتقول انها طيبة وهي حلوة. بقول يا صبر ما تتوكل على الله كده وتتجوزها علشان تحميك وترعاك وترحمك من الفقر والحرمان اللي انت عايش فيه. سامي انت بتقول ايه؟ انا لاقي اللي اصرف بيه على امي واخواتي عشان افكر في الجواز. افهمني يا صبر، الست دي هي اللي ممكن تصرف عليك وتريح بالك وتنقذك من الورطة اللي انت عايش فيها دي. وبلاش بقى تفكر كتير واسمع كلامي.